فليتفضل مشكورا. تنظمه مؤسسة أمناء الأقصى، فنحن أيضا حريصون على والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا البلد وأن يزيدهم من فضله. وعندما يأتي الشيء على خلاف مرادهم لا ييأسون، فيستغلون الوضع الواقع الحالي. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد علي بيود، المدير التنفيذي لمؤسسة أمناء الأقصى للدعاة وخريجي الشريعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يأتي هذا الملتقى الدولي الثالث للخطباء والدعاة في ظل ظروف حساسة، في ظل تهدئة في قطاع غزة وبداية أو اشتداد المعركة على المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس. هذه الظروف تحتاج منا صناعة وعي يواكب حجم هذه الأحداث ويواكب حجم هذه التحديات التي تعيشها المنطقة وتعيشها قضيتنا ومصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الخطباء والدعاة هم صانعو الرأي العام ومحركوه، ويمتلكون أداة مهمة وهي مؤسسة المسجد. يأتي هذا المؤتمر بأشغال مدة يومين كاملين، السبت والأحد، ليعالج هذه القضية تحت شعار من منابر الأمة إلى المسجد الأقصى عهد ورباط. يجتمع هؤلاء المشايخ ليس لسماع خطب تلقى، بل لتباحث أفكار ومشاريع. عنواننا في هذا المؤتمر سنة 2026: ما هو المطلوب منا؟ ماذا يمكن أن ننفذ ضمن الرؤية الكلية للعمل لقضية بيت المقدس وتحرير كل فلسطين؟ نحن عندما نطلق هذا المؤتمر فنحن نطلق في داخله مجموعة من المشاريع التعبوية والتوعوية والتحريكية للأمة، لتكون كالحبال الخفيفة لكن باجتماعها تصبح حبلا متينا يشد أعتى السفن. فإطلاق مجموعة من المشاريع الصغيرة التي تنفذ في الأقطار والبلاد، لكن بمجموعها تصنع إن شاء الله طاقة وقوة جاذبة لهذه القضية. يشارك معنا في هذا المؤتمر أزيد من 700 داعية وخطيب يمثلون 51 دولة بما فيها تركيا وعلماء ومشايخ تركيا.